استني يا ست الكل، ما تقلبيش، لان النصايح دي مفيده قوي ليكي، وخصوصا لو كنتي اول سنه مطبخ. اول حاجه يا ست الكل، بلاش تحطي التوابل بتاعتك كتير عشان ما تضغيش على طعم الاصلي واللذيذ بتاع الاكل بتاعك. يعني مثلا ما تحطيش كمون على ملح على لحمه عصاج وتقولي هيديها طعم، لا، كل حاجه ليها التوابل بتاعتها. تاني حاجه، حطي معلقه سكر على الملوخيه وعلى البسله وعلى الرز ببصل، هيديكي طعم ولا في الاحلام. تالت حاجه، وانت بتعملي الرز ابو شعريه تحطي الشعريه نص مقدار الرز، هديكي طعم زي بتاع المطاعم واحلى كمان. اشوفك دايما على خير، ويا ريت لو انت بتتابعيني من اي حته تكتبي لي تحت في الكومنتات انت بتتابعيني منين، ولو المحتوى ده بيفيدكم اكتبوا لي تحت في الكومنتات وقولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في صحه وامان، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بخير. سلام.